present perfect past simple و present and past ability ملناش دعوة بس. وعندنا narrative tenses. على فكرة لو في كلمات بقولها غلط اكتبها لي تحت عشان اعدل من نفسي عادي جدا، مش هتضايق منكم. بس عندنا ايه تاني؟ بص دروس communication. عندنا communication today who owns English وكافيه hub welcome back ماشي. important وبعدين unit تانية فيها important decisions you can do it وكافيه hub picture this برضو في كل حاجة. كل اخر unit فيها كافيه hub اللي هو مثلا تقعدوا تتكلموا. هوريكم واحدة انا كنت كاتباها لكن ثانية واحدة بس. وهيكون عندنا travel experiences. بس ايه الكتاب هو بالظبط كأنكم شلة جميلة بيكون بيتكلم عن حاجة معينة. في حاجة انا كنت كاتباها في البتاع ده على التليفون، ف مش هقولها لكم، هقول لكم اللي انا كاتباه في الكراسة. بص المفروض كان حاجة decision I have made it ان هو اثر عليا حلو او يعني انبسطت منه او اتضايقت. حاساكم مش فاهميني لكن مش يعني حاولوا حسوني. بص كنت كاتبة last month I went with my mother to buy a new t-shirt. She told me to get one size bigger but I didn't agree because it fits nicely but it shrank. يعني ايه؟ يعني انا اشتريت تيشيرت الشهر اللي فات. امي قالت لي نجيب مقاس اكبر، مقاس واحد اكبر. قلت لها لا عشان هو بيفيت مي نايت ان هو جاي على مقاسي بالظبط، فان هو لا مش عايزه اجيبه اكبر ان هو مثلا يكون باين كده. ففي الاخر هو فتت شرانك ان هو كش في الغسيل. ده يعلمنا ان احنا نسمع كلام امهاتنا، هما صح على طول والله. تروحوا كده هما يكون صح برضه ماشي. عندنا برضو في حاجات دي عمري ما حبيتها. اللي هو مثلا هقولكم زي make a decision، عارفين اللي هو كده اللي هو lose heart اللي هو give up. put a plan into action. work toward a goal. turn a dream into reality. stay motivated. make the break أو make the change اللي هو يعني to make big step to change your life ماشي. take the next step. set short term and long term goals. الكلمات دي ما بحبهاش ليه؟ عشان هما مثلا يقولكوا هارت، يعملوا لكم نقط ويقولكوا هارت، فانتوا لازم تكتبوا لوز. انتوا لازم تكونوا حافظين اللي قبليها. يعني بجد الكلمات دي كلها اللي انا بجد في دماغي هي بتيجي بالحب دي حاجه، لكن هو اكتر حاجه معروفه ان هي make a decision و stay motivated بس. وعندنا كام كلمه هنا، فانا هحط لكم هصور لكم الكراسه النوتس بتاعتي في اخر الفيديو هتلاقوها محطوطه. و هذاكر دروس الجرامر اللي انا قلتها لكم هكتبها في الكراسه. ازاي اخشوا على اليوتيوب. بعمل اعلانات للناس تانية على اليوتيوب، لكن خشوا بجد على اليوتيوب هتلاقوا ناس كتيره قوي بيشرحوا انجلش حلو قوي، واسمعوها من الناس اللي بيشرحوا بالانجلش، تسمعوهاش الناس اللي بيشرحوا بالعربي. ليه بقى؟ عشان انا اول ما دخلت سير 1 انا قررت ان انا مش هذاكر لوحدي. بالنسبه ان انا اوريدي خدت خلاص الجرامر الانجليش كله كذا مره وبصمجته، واللي هو خلاص بقى ما فيش دروس جرامر تاني كده هو بيتلم ماشي. ف فدخلت في اول ترم كده بشوف على اليوتيوب لقيت بقول لهم present simple. انا كده عارفه لك، انا بس عايزه اعرف اليوسجز، اراجع مثلا مع نفسي واقعد احل، ما بعملش حاجه تانية، انا ببص على اليوسجز واحل. فلقيت واحد بيشرح بالعربي. تمام عمو احنا في انجلش هتشرح بالعربي ليه؟ في ناس ان هم مثلا اول مره ياخدوا present simple مش هيفهموا اللي هم دول في ناس بقى تانية محتاجه اللي هو فاهميني اللي هو عايزين اليوسجز. فهحط لكم في اخر الفيديو كل النوتس اللي انا كاتباها في الكراسه والدروس بتاعه الجرامر، ولو عايزين ذاكروا بيها عشان نتقدم انا وانتوا، نتقدم مع بعض في الانجليش وهنتقدم مع بعض في الالماني برضه ان شاء الله، هنتقدم في كل اللغات ان شاء الله. نبداها بس مع بعض. اللي هيسال على الماني بص، انا بكره الاربعاء انا عندي امتحان انجليش في ده الساعه 7، وانا بتاع ده انا بقالي 5 اسابيع اللي هو شهر واسبوع انا ما فتحتوش ما ذاكرتوش، لكن هو كده هو ما فيش معلومات جديده، يعني ما فيش اللي هو معلومات جديده قوي زي الالماني. ف دونت وري، فهقعد اذاكره من دلوقتي ان شاء الله. بس هي الفكره ان المانيا عندي كورس بكره الامتحان الساعه 7،
عندي كورس بكره الساعه 6:30، فانا مستحيل هو في نفس المكان، لكن هو يعني هو مثلا المبنى ده بناخد الكورس، المبنى اللي جنبه على طول هو الامتحان. فانا هم اصلا لغايه ما يبتدوا يتكلموا هيكون جت الساعه 7، فشكلي مش هروح. لكن يعني لو هروح اول نص ساعه، لو لحقوا حاجه اول، لو ما لحقوش فانا يعني حصل خير. آه بس هو كده كده اصلا بيقعد ساعه الامتحان، فمش برضو يعني هكون مثلا هاجي في الاخر، فانا مش هكون فاهمه هم بيتكلموا عن ايه، فخلي صاحبتي ان شاء الله تبعتهم لي. آه هو كده كده المفروض هيكون امتحاننا الالماني يوم الخميس اللي هو بعد بكره. الالماني برضو ما فتحتوش، فاستنوا فيديو شبه ده نتكلم عن الالماني مع بعض. بس لكن الالماني بس عشان نكون واضحين بصراحه، هو مش فكره. انا بص، هشرح لكم بوينت اوف فيو بتاعتي في الالماني، بالنسبه ان احنا اوريدي يعني الفيديو مطول معانا جدا وشكله هيقعد الاسبوع كله. ف هقول لكم. بصوا الالماني انا باخد انجلش، بالنسبه ان انا هستفاد كده كده ان شاء الله منه في سينيور 2 سينيور 3. الالماني انا كنت عامله حسابي ان انا هذاكره كلغه ماشي، لكن بص انا بانترست في، بيكون عندي انترستنج في ايه، في لغات معينه. يعني انا بحب الانجليش، انا بتفرج على افلام انجليش، بسمع اغاني انجليش حاليا، نادرا ما بسمع اغاني عربي. فانا إيه، مش اللي هو تنكا والجو ده، لكن لا انا بحب الانجليش، بحب افلامهم. وبلس ان هو بجد نكسبت ان هو بجد تعالوا شوفوا الافلام العربي دلوقتي والافلام الانجليش دلوقتي، هو نكسبت ان هما الاتنين تافهين لكن على الاقل الانجليش بيكون ليهم معنى. ارجعوا لورا هتلاقوا العربي يفوز جدا عن الانجليش، لكن مش عارفه الافلام العربي عامله ازاي ليه كده دلوقتي، لكن حصل خير. فانا ليه مش هاخد جاب من الالماني. لسه في اول ليفل هما 9، فانا كده فاضل لي 4 8. فايه هقولكم. فانا قلت مثلا انا لو هخلصه خدته ورا بعض، فانا هخلصه على شهر 4. شهر 4 ده ان شاء الله يعني هيكون الترم التاني، في لو قبل امتحانات اخر السنه بشهر. فانا اكيد في الشهر ده مش هتعلم، يعني مش هتكلم مع حد الماني يعني. بلس ان انا هكون خلصته، فانا هيكون فاضل لي ما بين سير 2 سير 3 شهرين اجازه. فانا اولا مفيش كول سنتر، يعني انا كنت ناويه ادخل كول سنتر او اشتغل اي حاجه بالالماني، بالنسبه ان هم طالبينه جدا مش فاهمه ليه، لكن يعني طالبينه جدا، فانا قلت هشتغل بيه، فان هو بالنسبه ان هو حاجه حلوه. آه فالكول سنتر مين هشتغل واحده عندها 17 سنه يعني؟ ليه؟ او اللي هو اوكي انا هكون ماشيه في 18، لكن اللي هو يعني انا هيكون فاضل لي شهرين ما بين سينيور 2 سينيور 3. فالشهرين دول هما حتى لو رضيوا بسني، فانا مش هيرضوا في حته ان انا هشتغل شهرين واسيبهم. يا ستي حتى لو رضوا فانا هيكون شهرين، بعدين هيكون ثانويه عامه السنه دي كلها مش هتكلم الماني، اللي هو مش هقول مواد ثانويه عامه ستوب اروح اتعلم الماني عشان ما انساش اللغه عشان اشتغل بيها بعد الثانويه عامه، فده نوت لوجيك. فانا عايزه اسيب جاب عشان بعد الثانويه عامه، عشان انا بجد انا لو كملت ان هو لغايه ورا بعضه لغايه شهر 4 من غير ما اسمه ايه ده، اللي هو مش هلاقي شغل. فانا هحاول مثلا شهرين اللي هو الاجازه بلس ثانويه عامه، انا 100% هتلاقوني نسيت اللغه يعني. بالنسبه ان انا يعني الانجليش على الاقل نسيت ان هي لابساها في السينيور 2 سينيور 3، لكن انا ممكن اتكلم مع عيلتي بالانجليش هما هيفهموني. انا هطلع اتكلم معاهم جوتن تاج ماي نيم از ساره اللي هو لا يعني اكيد لا يعني، فاللي هو يعني هنساها. ف استنوني لما ارجع لها ابقى نتعلم مع بعض تاني. لكن هبدا برضو مع ابس مثلا دوالينجو، هو مش احسن حاجه لكن انا بحبه بصراحه. ممكن فيديوهات برضو على اليوتيوب، انا اليوتيوب ده حب الحب. فبس فده ماي بلانز للمستقبل ان شاء الله. متضايقوش ان انا هعمل جاب. بليز 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 اطلب منكم طلب صغير قبل ما انهي الفيديو. لو ناويين تعملوا زيي ان هو عايزين تطوروا مثلا من السي في بتاعكم او تكتسبوا مهارات جديده قبل ما تخشوا ثانويه عامه، ما تسيبوهاش زي ما انا سبتها الاجازه ما بين سينيور 1 وسينيور 2. هي اصلا اجازه 4 شهور، وانتوا اصلا دماغكم مش هتكون فيكم، بالنسبه ان هي دي هتكون اخر اجازه ليكم حرفيا، يعني ان هو كسبت شهرين، يعني الشهرين دول شهرين يعني اللي هو مع نفسكم. فمش هتكون انتوا كده اكيد في الشهرين بتوع انتوا يا اما هتكونوا خارجين كل يوم يا اما قاعدين في البيت. محدش يقول لي ان هو هيعمل حاجه في ثانويه عامه عشان بجد انتوا مع نفسكم انا مش هاخد الاجازه دي عشان ده امبروف ماي سيلف، لا سوري ثانك يو، انا زي الفل تمام كده، ده اخر ترم قبل ثانويه عامه ان شاء الله. والله مش فكره ان هي بعبع والحاجات دي، لكن بجد لا انا على الاقل
اديها مجهودي كله ان انا اكون ساتيسفايد باللي انا مهما جالي ايه. ماشي يعني هنشوف مع بعض في موتيفيشن وحاجات كده استنوا. بس فده رأيي. آه لو عايزين تطوروا من نفسكم في كذا حاجة ممكن تخشوها. في مبادرة أشبال مصر الرقمية، هو الحاجات دي قفلت حاليا تقديمها، لكن ايه، اعملوا سيرش على الفيسبوك والانستجرام والحاجات دي هتلاقيهم، اعملوهم فولو لما عشان يفتحوا باب التقديم تاني تخشوا في مبادرة أشبال مصر الرقمية. لكن دول لازم تكونوا جايبين في الانجليش والماس والساينس فوق 90، مش مجموعكم لأ في المواد. خشوا اكتبوا وهتفهموني. مبادرة أشبال مصر الرقمية في كيان المصريين الشباب اللي هي EYE اللي هي العين. في ايه تاني هقولكم. في African Girls حاجة كده قدمت فيها لكن محدش تواصل معايا. نديهم لايك. في ايه تاني، في كذا حاجة بجد، في كذا حاجة، لكن اللي هو دوروا هتلاقوا. خشوا على انستجرام اكتبوا انترشيب مثلا، هتلاقوا كذا حاجة اشتركوا فيها. يعني انا لغاية دلوقتي انا مشتركة في حاجة مش عارفة في بلد ايه، اللي هم عاوزين حد يسافر لهم اصلا الموضوع unpaid، ان انتوا منحة بقى ان انتوا مش هتدفعوا حاجة وكده. لكن انا سوري ما بتحركش من بره بيتنا. مش حاجة، لكن انا ذات نفسي انا ما بنزلش بره في الشارع، فكرة ان انا هسافر بره ياه، احلام العصر جدا يعني. لا مش دلوقتي يعني، انا عايزة اسافر بره وكل حاجة مش في مرحلة دي يعني، استنوني وانا بسافر بعد يومين. بهزر. بس ففي حاجات كده دوروا هتلاقوا. سيرش في انستجرام، سيرش في اسمه ايه ده، في تيك توك، سيرش في فيسبوك، سيرش في اليوتيوب، هتلاقوا ناس بيقولوا لكم ازاي يعملوا انترشيب وحاجات. وفي سكولرشيب. الفرق ما بين انترشيب اللي هي دي حاجه زي كورسات صيفيه كده تاخدوها كده، سكولرشيب اللي هي منحه دراسيه، دي بتفرق. في العموم فكرت في جو منح دراسيه ان شاء الله بقى اخشها في الماسترز. حابه اخش كليه في مصر بصراحه، مش قادره يعني فكره كليه 4 سنين دي في بره مصر اللي هو باي. يعني انا بجد فكرت سكولرشيب ثانويه عامه، واللي هو مش ثانويه عامه بس عشان انا بجد مش من الناس اللي هو ثانويه عامه او نو، لكن هو خايفه منها، لكن مش اللي هو عايزه اهرب منها دي حاجه. فاللي هو شفت ان انا في الثانوي في العموم ان انا كنت عايزه اشوف سكولرشيب بره. شفت كليات، شفت ماسترز، حسيت اكتر حاجه ماسترز هي اللي شدتني، اللي هو ماسترز مش عارفه يعني اللي هو دكتوراه وماجستير والجو ده. فحسيتها اكتر حاجه هتنفعني بالنسبه. كمان انتوا اي حد دلوقتي هتقولوا له هل ليها فايده، او يعني انتوا بجد تعالوا شوفوا ناس، اي حد مثلا واخد اي حاجه من بره يقول لك انت مش عارفه انا متخرج منين، انا متخرج من كذا كذا. فكل ما تكون ليها حلوه تنفعكم في شغل، وبتكون حاجات اللي هي عارفين، حاجات ان انتوا تحطوها في السي في ان هي تلقطكم، هو الحاجات دي بس. كان لسه اصلا قافل. بودجة اشباه مصر كمان قافل من يوم 28، فيعني استناهم لما يفتحوا. بس في كذا حاجة دوروا وهتلاقوا ان شاء الله. لو حد عايز اي حاجة يكتب لي تحت في الكومنتات، واشوفكم فيديو جديد. واسفه ان انا طولت عليكم، بس باي، تصبحوا على خير.